يا مساء الفل على كل حبايبنا. قبل ما نبدأ الفيلم ما تنساش تصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. بيبدأ الفيلم مع ستيفن مدير واحد من فروع بنك هيوبر، وهو بيوصل عميلة في البنك لحد باب الفرع وبيأكد لها إنه هيحل لها مشكلة الحساب بتاعها في أقرب وقت. وأول لما العميلة بتخرج بيظهر شخص مقنع قدام باب البنك وبيضرب ستيفن بالبندقية بتاعته وبيوقعه على الأرض مصاب وبينزف، وبتحصل فوضى كبيرة جدا في البنك والعملاء والموظفين بيبقوا خايفين جدا. وبيهجم باقي أفراد العصابة المقنعة على البنك وبيوصل واحد منهم الساعة بتاعته بمكبر صوت علشان كلهم يسمعوه من خلاله، وبيأمر كل الموجودين إن هم يبعدوا عن تليفوناتهم وبيهددهم إن هو هيخلص على المدير لو حد منهم بس حاول يضرب جرس الإنذار أو يبلغ الشرطة حتى. وقتها العصابة بتجبر الموظفين إن هم يفتحوا لهم الخزنة وبيسرقوا منها فلوس بقيمة 3 مليون دولار، وبعدها بيسيبوا جهاز في المكان وبيفهموهم إنها قنبلة وبيظبطوا الوقت بتاعها على 15 دقيقة، وبيعرفوا الموجودين إن هو هينفجر في حالة إن هم بلغوا الشرطة قبل ال 15 دقيقة، وبيبقوا عاملين كده علشان يدوا لنفسهم فرصة للهروب. وقبل ما يمشوا في واحد من العصابة بيضرب نار على ستيفن وبينهي حياته. وبعدها المحقق داجلي بيتواصل مع جيفري هيوبر صاحب سلسلة البنوك وبيبلغه باللي حصل، وبتوصل المحققة تشيز مع المحقق ستوك من المباحث الفيدرالية لموقع الجريمة بعد 25 دقيقة بس من هروب العصابة. ولما بيبلغوا العميل الفيدرالي مونتي عن الجهاز اللي العصابة سابته بيأمرهم يجيبوه علشان يفحص الجهاز ده، فبيعرفوه إن المحقق ميمز وصل قبلهم وخد الجهاز ومشي. وقتها مونتي بيتضايق جدا وبيطلب منهم يوصلوا لميمز بسرعة قبل ما يخسروا أهم دليل في القضية. وفي نفس الوقت ده كان ميمز ورجالته بيهجموا على بيت فيه مجموعة من تجار الممنوعات ومن ضمنهم شخص اسمه جيمس، ولما بيفتشوا البيت بيلاقوا كمية كبيرة جدا من السلاح والممنوعات وبيقبض ميمز على جيمس. وساعتها مونتي بيجتمع مع مجموعة من أمهر المحققين في الشرطة الفيدرالية وبيفهمهم من البصمات اللي لقوها على الجهاز إنها بتاعت شخص اسمه جيمس، وبنعرف إن هو نفس الشخص اللي ميمز راح يقبض عليه. فبيعترض ستوك على كلامه وبيبقى شايف ان مستوى جيمس الاجرامي متعارض جدا مع الاسلوب الاحترافي اللي الجريمه حصلت بيه. وبيكون مونتي متعصب جدا من اللي ميمز عمله وبيفهمهم ان هو ممنوع على اي حد ياخد دليل من موقع الجريمه بدون اذن منه شخصيا، وبيعرفهم على العميل ويلز اللي هيساعدهم في التحقيق. وبعد الاجتماع بيأمر ويلز ان هو يجي معاه المكتب بتاعه، وهناك بيسأله لو كان بيتعاطى الممنوعات. ولما ويلز بينكر بيقدم له مونتي تقرير جهاز كشف الكذب اللي أثبت إن هو كان بيكذب لما اتسأل نفس السؤال، وبيفهمه إن عقوبة أي عميل فيدرالي بيتعاطى ممنوعات بتكون عقوبته هي الطرد. فبيعترف ويلز إن هو بيتعاطى الممنوعات لما كان في المدرسة، فبينصحه مونتي إن هو يكون صادق في كلامه معاه بعد كده وإن العقاب هيبقى قاسي جدا. وبعدها بياخدوا وبيطلعوا على بيت ستيفن لما بيعرفوا إن مراته وولاده رجعوا من السفر، وهناك مونتي بيدخل ويتكلم معاها بهدوء وبيبلغها بخبر وفاة جوزها. وفي الوقت ده كان ويلز بيفحص البيت وبيشوف شهادات ولاد ستيفن الدراسية وبيسألها لو كانت بتشتغل أو ليها مصدر دخل تاني غير البنك، وبتنفي مرات ستيفن كلامه. ولما بيخرجوا ويلز بيتكلم مع مونتي وبيفهمه إن المستوى الاجتماعي اللي عيلة ستيفن عايشة فيه بيدل على اللي هو كان ليه مصدر دخل تاني، لأن مرتب البنك مستحيل يعيشهم في الرفاهية دي، وخصوصا إن ولاد ستيفن بيتعلموا في أكاديمية كبيرة جدا ومصاريفها غالية. فبيرد مونتي عليه وبيفهمه إن مراته ما اتفاجئتش لما عرفت الخبر وبيشكوا إنها متورطة في القضية. ولما بيرجعوا تاني لمركز التحقيقات بيتعصب مونتي على ميمز جدا وبيعمل مشكلة معاه لأن هو خد أهم دليل في القضية بدون ما يعرفه، ده غير إن هو اقتحم بيت جيمس من غير إذن منه. وبيسأله على البصمات اللي على الجهاز وبيعرفوا ميمز إنها بتاعت تي جي الأخ الأكبر لجيمس. فبيستغرب مونتي جدا لأن تي جي فارق الحياة من فترة، وبيخمن إن جيمس استعان بمعدات تي جي علشان يشتت انتباه الشرطة. لكن ويلز بيعرفهم إن هو وصل لفيديو يثبت إن جيمس كان سهران في مكان تاني وقت ارتكاب الجريمة. وبعدها مونتي بيجتمع مع المحققين وبيطلب من ويلز إن هو يبلغهم بكل المعلومات اللي هو وصل لها. وبيبدأ ويلز يفهمهم إن في سنة 2011 في مجموعة من الأمريكان احتجزوا ألكسندر هيوبر الأخ الأصغر لجيفري وطلبوا فدية، وكان من ضمنهم تي جي. لكن عملية الاحتجاز تعرضت للفشل وألكسندر فارق الحياة، ووقتها الجيش الأمريكاني خلص على تي جي واللي معاه. وتاني يوم المحققة تشيز
بتزور مرسى مرات تي جي وبتسألها لو كان في حد من أصحاب تي جي لسه بيتواصل معاها، فبتعرفها إن تي جي بالنسبة لأصحابه خاين لأنه خالف الأوامر العسكرية وارتكب جريمة في حق الجيش الأمريكي، ده غير إن هما ما سلموش جثته لغاية دلوقتي. وفي نفس اليوم تي مدير فرع بنك هيوبرت اللي في غرب مدينة شيستر كان خارج من بيته ورايح الشغل، وأول لما بيركب العربية بيهجم عليه فرد من العصابة وبيأمره يروح البنك ويفتح له صندوق معين في غرفة الأمانات اللي موجودة في البنك وإلا هيخلص على مراته وبنته، فبيضطر تي إن هو ينفذ كلامه وفعلا بيسوق العربية بهدوء وبيوصل للبنك. ولما بيدخل بيتعامل مع الموظفين كأن مفيش حاجة حصلت وبيبقى خايف عليهم جدا وبيحاول يبعدهم عن بوابة الدخول بأي طريقة، وبيعرفهم إن هو عازمهم كلهم على قهوة النهاردة وبيطلب منهم يروحوا يجيبوا لنفسهم ويجيبوا له معاه، وبيستغل انشغالهم وبيدخل بسرعة على غرفة الأمانات وبيفتح الصندوق زي لما المجرم طلب منه بالظبط. وفي الوقت ده العصابة بتفتح باب البنك وبيكونوا على وشك الدخول وبتشوفهم واحدة من الموظفين وبتجري بسرعة علشان تضرب جرس الإنذار، لكن تي بيمنعها لأنه خايف على مراته وبنته وبيطلب من ويل فرد الأمن إن هو ينزل على الأرض بسرعة، بس ويل مش بيلحق والعصابة بتضرب عليه نار وبيتصاب وبيقع على الأرض، وبيجي فرد من العصابة يربط له الجرح علشان يوقف النزيف، وواحد تاني بيروح يسرق الملفات من صندوق غرفة الأمانات. وقتها بتيجي مكالمة للمحقق دوجلي من رقم مجهول، ولما بيرد بيتكلم معاه شخص غريب وبيبلغه إن جيفري عايز يقابله فورا في فرع البنك اللي في غرب مدينة شيستر. وأول لما دوجلي بيوصل للمكان البنك بيفاجئوا فرد من العصابة وبيرميله قنبلة دخان جوه العربية علشان يجبره ينزل منها، وساعتها بيهجم عليه وبيضربه ويوقعه على الأرض وبيوريله رصاصة معينة وبعدها بيطعنه بأداة حادة وبيسيب الرصاصة جنب جثته وبيهرب هو باقي العصابة. وبيوصل الخبر لجيفري وبيتصدم أول لما بيعرف اللي حصل لدوجلي وبيفقد أعصابه وبيفضل يكسر في المكتب. وهنا المساعد بتاعه بيدخل عليه وبيعرفه إن مفيش أي حاجة اتسرقت من البنك غير صندوق الأمانات. وفي نفس اليوم مونتي بيحقق مع تي مدير فرع البنك وبيعرفوا تي إن جيفري بقاله فترة بيتردد على الفرع بطريقة مريبة وتحديدا بعد مواعيد العمل الرسمية، رغم إن مش من الفروع الرئيسية وفي حوالي 3000 فرع غيره على مستوى العالم. وبعدها ستوك وويلز بيبلغوا مونتي إن البصمات اللي لقوها في موقع الجريمة بتطابق بصمات تي جي، وفي الوقت ده بيجي للمركز بلاغ من مؤسسة خيرية بأن التبرعات اللي قيمتها 3 مليون دولار ما وصلتش، وبيعرف مونتي إن ميمز هو اللي ورا وقف التبرعات، فبيروح لمركز الشرطة وبيقابل ميمز وبيتعصب عليه. وهنا ميمز بيتكلم مع مونتي على انفراد وبيعرفه إن هو وقف التبرعات فعلا لأنه اكتشف إن العصابة اتبرعت بكل الفلوس اللي سرقوها من البنك للمؤسسة الخيرية. وبنعرف إن ميمز عمل كده علشان الخبر ما يوصلش للصحافة والناس تتعاطف مع العصابة، فبيتعصب مونتي عليه جدا وبيفهمه إن هو هيعين حد يساعده في التحقيق علشان يسيطر على تصرفاته لو حاول يطور مرة تانية. وفي نفس اليوم ستوك بيتكلم مع ويلز وبيعرفه إن مونتي عينه لمساعدة ويلز والفريق بتاعه في التحقيق. وبعدها ويلز بيروح يقابل الصحفية فينيسا في حانة وبتعرفه فينيسا إنها شاكة إن الجرائم السطو اللي بتحصل لها علاقة بالسياسة، لأن في 16 نائب من ولاية أوهايو ومن ضمنهم السيناتور كوك عندهم حسابات في فرع هيوبرت الغربي، ده غير صناديق الودائع الخاصة بيهم اللي بيخفوا فيها أسرارهم الغير مشروعة. وبيتفهموا كمان إنها شاكة إن جيفري أغواهم وبيعمل الحسابات والصناديق الودائع دي علشان يتجسس عليهم ويعرف أسرارهم ويستخدمها ضدهم، وبتعرفوا إنها بتدور على دليل قوي تثبت بيه كلامها وبعدها هتنشره في الأخبار. وفي الوقت ده مونتي كان قاعد في الحانة مع ستوك وبيشوفوا الصحفيين في التلفزيون وهم بيتكلموا عن تبرعات العصابة للمؤسسات الخيرية وبيعرفوا إن الخبر اتسرب لهم، وتاني يوم بيروحوا يحضروا جنازة ستيفن وبيراقبوا تصرفات كل الموجودين وبيلاحظوا إن كوك موجود في نفس المكان. وبالليل فرد من العصابة بيتصل بمونتي مكالمة فيديو وبيعرفوا إن الاتنين اللي هو أنهى حياتهم ستيفن وداجلي كان ليهم أعمال مشبوهة ومصالح مخفية عن عين الشرطة، وعشان كده هم خلصوا البلد منهم. وبيستفزوا وبيسألوا عن إحساسه وهو عارف إن الشخص اللي أنهى حياة مراته لسه عايش بعد لما خلص عليها. وهنا مونتي بيتعصب جدا وبيقفل المكالمة في وشه. وتاني يوم بيقابل جيفري في المقر الرئيسي وبيتكلم معاه وبيسأله عن طبيعة العلاقة اللي بينه وبين داجلي، وبيعرفوا جيفري إن داجلي هو اللي بلغ الشرطة وقت احتجاز أخوه إلكسندر. وساعتها مونتي بيسأله عن علاقته بإلكسندر قبل ما يتم احتجازه، ولما جيفري بيفهمه إنه هو كان بيحبه جدا بيستغرب مونتي لأن إلكسندر كان مختلف عنه تماما، حتى إن هو قبل كده نشر مقال عن فساد الحكومة والنظام المصرفي وتأثيره السلبي على المجتمع مع إن شغل العيلة كله في البنوك.
ولما جيفري بيحس إن مونتي بيوجه له اتهامات بإنهاء حياة أخوه وإن هو ورا جرائم السطو اللي بتحصل، بيرفض يكمل كلام معاه وبيطلب من مونتي إن هو يمشي. وأثناء خروج مونتي وجيفري من البنك، مونتي بيشوف أفراد العصابة بيقتحموا المكان، وقتها بيعلي صوته وبيحذر الناس منهم، وبيحاول يحمي جيفري، وبيتفتح عليهم ضرب النار من كل ناحية. والحراس بيطاردوا أفراد العصابة، لكن أفراد العصابة بيضربوا عليهم نار وبيخلصوا على عدد كبير منهم. وبعدها بيتجه اتنين منهم لجيفري والحارس اللي واقف قدامه علشان يحميه، وبيطلبوا من الحارس ان هو ينزل سلاحه، وبيوعدوه ان هم مش هيأذوه. وبمجرد ما الحارس بيحط السلاح على الارض، في واحد منهم بيضرب عليه نار وبينهي حياته، وبيقرب مونتي عليهم وبيضرب نار على اللي انهى حياة الحارس، وبيقبض على التاني وبيصوب المسدس ناحيته. وهنا واحد من افراد العصابة بيمسك موظفة من البنك وبيصوب السلاح ناحيتها، وبيأمر مونتي إن هو يحرر زميله علشان يسيب الموظفة، وبيضطر مونتي ينفذ كلامهم علشان ينقذ الموظفة، وبيسيبوا زميلهم اللي مونتي ضربه بالنار وبيهربوا. وتاني يوم بيجتمع مونتي مع فريقه وبيعرف منهم إن هما ما قدروش يوصلوا لأي بيانات تخص جثة فرد العصابة اللي كان في البنك، لأن بصماته كانت معمول لها مسح علشان محدش يوصل له، حتى أسنانه مخلوعة. وبتخمن تشيس إن شخص بالمواصفات دي أكيد كان جندي في الجيش، وده يثبت إن الموضوع له علاقة بتي جي. ولما ستوك بيعترض على كلامها لأن تي جي متوفي، بتفهمه تشيس إن جثة تي جي مفقودة لحد دلوقتي، ومعنى كده إن تخمينها صح. وهنا مونتي بيفهم إن العصابة عايزة توصل لهم رسالة معينة، ولما بيربطوا الأحداث مع بعض بيكتشفوا إن ستيفن وكوك وداجلي كانوا ضباط في الجيش الأمريكي وزمايل في نفس الوحدة. وبيعرفوا من مونتي إن في 2011 داجلي كان قائد الوحدة اللي تي جي كان مجند فيها، وهي نفس الوحدة اللي كانت السبب في إنهاء حياة ألكسندر، وإن داجلي هو الوحيد اللي ما كانش عنده علم باللي هم عملوه. وهنا المحققين بيستنتجوا إن جيفري ليه علاقة بيهم هما التلاتة، وده معناه إنه ممكن يكون ورا عملية إنهاء حياة أخوه ألكسندر. وفي الوقت ده مونتي بيعرف إن الشرطة أفرجت على جيفري بعد لما خدوا شهادته في جريمة السطو اللي حصلت، وبيروح فورا يتكلم معاه، وبيلاقي السيناتور كوك هناك، وبيلمح لهم مونتي إن هو عارف الحقيقة، وبيقول لجيفري إن هو مستغرب الوقت اللي أخوه ألكسندر تم احتجازه فيه، لأنه قبل ما يتم 25 سنة بشهرين، وده الميعاد اللي ألكسندر كان هيستلم فيه ميراثه. لكن جيفري بيتجاهل كلامه وبيسيبه وبيمشي. وبعدها بيجي اتصال لميمز وبيعرف منه المكان اللي جيمس موجود فيه، وهنا بنعرف ان ميمز بعت حد يراقب جيمس بعد لما تم الافراج عنه. ولما ويلز بيسأله عن مكانه بيكذب ميمز عليه وبيفهمه ان جيمس هرب من رجالته وما قدرش يحدد مكانه. وفي نفس اليوم مونتي كان قاعد مع ستوك في المكتب، وبيوصل لهم تقارير بتوضح ان جيفري هو اللي ورا كل اللي حصل لألكسندر. وساعتها مونتي بيستدعي ويلز وبيطلب منه يبلغ فينيسا بالمعلومات اللي وصلت لهم دي. وبيتكلم ويلز مع مونتي وبيفهموا ان العصابه كانت بتحاول توصلهم لكل اعمال جيفري الغير مشروعه، وده معناه انها كانت بتساعدهم. فبيحكي له مونتي ان مراته كانت متخفيه علشان تقبض على تاجر ممنوعات اسمه فلاسكيز، وقبل ما تقبض عليه وصل لها وأنهى حياتها بطريقة بشعة جدا. ورغم كل الجرائم اللي فاسكيز ارتكبها، كان بيتبرع للمؤسسات الخيرية وبيظهر للإعلام إن هو شخص مثالي، وبينصحوا مونتي إن هو ما يتخدعش لمجرد إن العصابة اتبرعت أو ساعدتهم، لأنهم في الأول وفي الآخر ارتكبوا جرائم وأنهوا حياة ناس بدون وجه حق. وبينتشر في التلفزيون خبر إن جيفري متهم بإنهاء حياة أخوه ألكسندر علشان ياخد ميراثه، وإن السيناتور كوك هو أكتر واحد ساعده في الجريمة دي. لما بلغ الجنود اللي اتقال إنهم يحتجزوا ألكسندر إن في أسلحة دمار شامل اللي في بيت ألكسندر اللي في كوستاريكا، وطلب منهم يطلعوا في مهمة ويقتحموا البيت ويخلصوا على كل اللي فيه ويحرزوا الأسلحة. وتاني يوم بتوصل معلومات لمونتي إن جيفري سحب كل فلوس اللي في البنك ونقلها علشان يأمن نفسه في حالة تحفظ الشرطة على ممتلكاته، لكن مش بيبقوا عارفين الفلوس راحت على فين. وبيأمر مونتي فريقه بإن هم يتتبعوا مسار طيارات جيفري الخاصة، لأنه أكيد هيسافر قريب. وساعتها تشيز بتبلغه إن في حفلة غناء لمرسى مراد تي جي النهارده، وانها بتخمن ان تي جي هيبقى موجود هناك. وفعلا مونتي بيروح وبيشوفه هناك وبيقبض عليه وبيحقق معاه وبيعرفه ان العصابه بتسيب بصماته في كل جريمه هم بيرتكبوها. فبيخمن تي جي ان هو ممكن يكونوا عملوا كده علشان يعرفوا جيفري ان هو لسه عايش. وبيبدا يحكي لمونتي على يوم وفاه الكسندر، وبيفهمه ان هو كان مطلوب منهم يخلصوا على مجموعة من الإرهابيين بيتاجروا في السلاح، وبعد لما خلصوا عليهم اكتشفوا إن هم أبرياء
وفجأة مجموعة من الشرطة اقتحموا المكان وفتحوا عليهم ضرب نار، وبسبب اللي حصل كل زمايله فرقوا الحياة إلا هو. فبيسألوا مونتي على الشخص اللي أنقذه ساعتها، لكن تي جي بيرفض يتكلم وبيكتفي باللي هو قاله. وبيوصل ستوك لمكان الطيارة اللي جيفري هيهرب بيها، وبيروح ويلز يلحقه هناك بسرعة. وساعتها ميمز كان مع المساعدين بتوعه قدام بيت جيمس وبيستعدوا علشان يقبضوا عليه، لكن ميمز بيرجع في كلامه على آخر لحظة وبيفهمهم إن هم لازم يبلغوا الفيدراليين قبل ما يقتحموا البيت علشان ما يتعرضوش لمشاكل. بس المساعدين بيرفضوا وبيفهموا إن هم هيقتحموا البيت من غيره، فبيسيبهم ميمز وبيمشي. وفي الوقت ده جيمس بيشوفهم من بعيد وبيتصل بالشرطة وبيقول لهم على عنوانه، وبيبلغهم إن اللي سرقوا البنك موجودين في العنوان ده. ولما الشرطة بتوصل بتقبض على المساعدين متلبسين، وبنعرف إن جيمس كان سايب مبلغ من الفلوس اللي سرقوها من البنك في البيت علشان التهمة تلبسهم. وفي مركز التحقيقات مونتي بيزعق مع ميمز وبيسأله عن المكان اللي شايل فيه بقية الفلوس، لكن ميمز مش بيكون فاهم هو بيتكلم عن ايه. فبيعرفوا مونتي ان تم القبض على المساعدين بتوعه في بيت جيمس بتهمة السرقة، وبيسألوا ليه ما بلغوش ان هو عارف عنوان جيمس لما وصلت له المعلومة بعنوانه. وبيفهموا ميمز ان ويلز هو اللي كان عارف العنوان وبلغوا بيه. فبيستغرب مونتي ان ويلز كان مخبي عنهم معلومة بالأهمية دي، وبيربط الأحداث ببعض وبيعرف ان ويلز كان موجود في نفس البلد اللي تي جي كان عايش فيها، وإنه كان بيخدعهم طول الفترة اللي فاتت. فبيجري بسرعة على المكان اللي طيارة جيفري هتصعد منه علشان يقبض عليه قبل ما يهرب، لكن لما بيوصل بيلاقي ستوك فاقد الوعي وواقع على الأرض، وبيعرف إن ويلز هو اللي عمل فيه كده، وبعدها هرب مع شركائه. وفي الوقت ده ميمز بيعرف مكان ويلز وبيروح يقابله في نفق تحت المدينة، وبيترجاه إن هو يديله الفلوس علشان يعالج بيها مراته، لكن ويلز بيرفض وبينصحه بإن هو يمشي. ولما ميمز بيطلع سلاحه علشان يهدده بيصوب ويلز المسدس بتاعه ناحيته وبيضرب عليه النار وبينهي حياته وبيهرب. وبعد فترة مونتي بيعرف ان ويلز راح على المكسيك وبيسافر له فورا، وهناك بيقابل ويلز في المطعم وبيعرف منه ان هو كان من ضمن الجنود اللي هاجموا فريق تي جي، لكن وقتها كان حاسس ان المهمة دي فيها حاجة غلط، وعشان كده انقذ تي جي لما لقاه لسه عايش. وبيفهموا ويلز إن هدفه من البداية كان إنه ياخد حقه من جيفري، لأن هو اللي ورطهم في المهمة دي وخلاهم يخلصوا على ناس أبرياء. ولما بيخلص كلامه مونتي بيروح يقعد على الترابيزة اللي جيفري قاعد عليها في نفس المطعم، وبيتكلم جيفري معاه وبيفهمه إن هو مش هيقدر يقبض عليه هنا لأنه ملوش سلطة في المكسيك. بس فجأة مونتي بيطلع آلة حادة وبيطعن جيفري بيها، ووقتها ويلز بيضرب نار على الحارس الخاص بجيفري قبل ما يأذي مونتي. وبسبب اللي حصل مونتي بيسيب ويلز يمشي ومش بيقبض عليه. ولحد هنا انتهى فيلمنا، ويا رب يكون عجبك. ولو حابب تسيب رأيك في التعليقات يا ريت تعمل كده، وما تنساش تشترك وتفعل الجرس. سلام.